ومرحبا بكم جميعا في العدد الأول من المجلة الأمنية. في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها البلاد التونسية على المستوى الأمني من حوادث تفجير وعمليات تهريب وإرهاب تهدد كل الأطراف، ولأن علاقة المواطن التونسي بالمؤسسة الأمنية هي علاقة تواصل وتفاعل تستوجب تحلي الطرفين بالثقة المتبادلة وتستدعي العمل المشترك من أجل التصدي إلى كل ما يهدد البلاد من قريب أو بعيد، خصصنا مجلة أمنية تعنى بمختلف هياكل ومصالح وإدارات المؤسسة الأمنية التونسية سعيا لإزاحة الغموض عنها وتمتين العلاقة بين المواطن ورجل الأمن وتعزيز الثقة بينهما بما يخدم مصلحة البلاد. تكوين الإطارات الأمنية باستمرار أمر ضروري لتمكينهم من آليات التعامل مع المستجدات الخطرة، لذلك محور العدد الأول من المجلة الأمنية هو المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، فلنتعرف عليها في التقرير التالي.